من المعاني كمان اللي احنا اتبرمجنا عليها، خليني اقولها لكم برضو تاني، بقولها احيانا في بعض الكورسات، ان احنا عندنا معتقد اسمه ان الحاجة، لو جبنا تفاحة بايظة يا ولاد وحطيناها في سبت تفاح سليم، اللي هيحصل ان التفاحة البايظة هتبوظ كل التفاح السليم. نفهم من كده ايه؟ ان الفاسد اقوى من كل اشكال الصلاح. لو حطينا واحد فاسد وسط الناس الكويسة يبوظهم، لكن هم مش هيقدروا يخلوه كويس. هل المعلومة دي غلط؟ مش غلط ومش صح، بس هي عايزة ضبطة خفيفة جدا. ايوه طبعا صح، لو انا جبت تفاحية بايظة وحطيتها وسط تفاح سليم فهتبوظ كل التفاح، صح، بس في حتة صغيرة جدا محتاج اخد بالي منها. ليه ده بيحصل؟ لان كل هذا التفاح مقطوع من شجرة. لو التفاحة اللي بايظة باظت على الشجرة هي اللي بتقع، وكل تفاح بيفضل سليم. ليه؟ لان كلهم موصولين بجذورهم. اللحظة اللي بكون فيها موصول وواعي يعني ايه اكون كونكتد بالرحمن الرحيم واسماء الاتصال اللي بنقولها بعمق في الكورس، حتى لو حواليا حصل خلل، الخلل هو اللي بيقع. لما بكون مقطوع من شجرة ده اللي بيخليني افسد بسهولة. ماليش اصل، ماليش روتس، مش كونكتد بشيء. فأي حاجة بسيطة بتهزني لأني مش ثابت. وده ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. فإن أنا أبقى فاهم إن الوقت اللي بتصالح فيه مع الجانب المظلم اللي جوايا ده مش تضييع وقت، أنا ببني جذور. الوقت اللي بفهم ان انا برتاح فيه ده مش تضييع وقت في الانجاز، ده بيعلمني ازاي ابقى انجازي سمارت اكتر، مش بمجهود اكتر. معظم الناس للاسف في مراحل وعي معينة، ده مش غلط بس هي مرحلة وعي، انه بيفهم ان احنا بنجري ورا اكل عيشنا. يا جماعة هذه الجملة يعني احنا اولا بنجري. ايوه، ايه التارجت؟ هاكل عيش. انت متخيل حجم المجهود وضعف الريزلت؟ انت بتجري وبقى مصطلح بيتقال انا بجري على اكل عيش، سيبني اجري على، سيبني يا عم اجري على اكل عيش وانت سيبني يا عم. اتس اوكي، هي مرحلة. ومن العجيب ان اقل الناس رزق مادي هم اكتر ناس بتبذل مجهود، واعلى الناس في الرزق هم اقل ناس بتبذل مجهود. لما اجي ابص على العمارة، لو احنا هنمشيها بالمجهود، اكتر واحد محتاج ياخد فلوس هو الشخص اللي بيطلع الطوب والاسمنت وبيبني وبيعمل. لكن هو في الحقيقة ده اقل واحد بياخد فلوس. واكتر واحد بياخد فلوس هو الشخص اللي بيجي كل فترة كده يبص، طب مش حلو يا شباب، الله ينور، يلا السلام عليكم، الله ينور يا باشا، يلا ادي الوقت، ابسط الوقت، هات لهم حاجة حلوة، هات لهم شوية اكل. فالناس تبص له كده نظرة يعني ان هو يعني، هي معادلة احنا بنشوفها وكأنها يعني حاجة، يعني هي معادلة لو فهمتها. فهمت ان الشجرة دي عشان تفضل مثمرة على طول، حضرتك عشان تقدري تقومي بدور الأم على طول، حضرتك عشان تقدر تفضل شغال كويس وتكسب على طول، حضرتك عشان تعرف تعبد ربنا بشكل صحي على طول، انت علشان تبقى واعي على الوعي ده محتاج تفهم انها معادلة. هي مش مجهود واول ما تعرف حاجة اجري بسرعة اعملها، اهدى. هي معادلة بنبدأ واحدة واحدة نتطور فيها. ايه اللي بيخلينا نعمل كده؟ احد الحاجات اللي بتخلينا نعمل كده ان بحط الامان بتاعي في الخارج. ده مش غلط، دي مرحلة لغاية لما أبدأ أتدرب. ليه؟ إحدى المراحل الأول أنا ببقى شاكك صراحة إن الكلام ده بيجيب نتائج، يعني مش واثق، لا أنا مش واثق في الكلام ده، لا لا. فأنا لسه لم أختبر، لسه إيماني ما وصلش لمرحلة معينة، فبحتاج حاجات في الواقع المادي تجيب لي إنجازات فأبدأ أطمن إن الدنيا تمام. بس ده مش الآخر. بعد شوية محتاج أوصل لدرجة إني مش بس أبقى مؤمن، إني يطمئن قلبي. أنا عايز أطمن. عايز اطمن، يعني ايه عايز اطمن؟ يعني انا بسعى لحاجه في الانون، انا مش عارف ايه اللي هيحصل، بس من جوه مطمن. احد الحاجات اللي حصلت، دايما بحب اضرب المثال ده، في قصه سيدنا موسى.
الطفل ده كان معروف انه هيتولد في مكان، ولو طلع ولد هنقتله. ومين اللي هيقتله؟ هو اكتر حد في ايده سلطة في ذلك الوقت. تمام. عشان بس ندرك انك لو كونكتد بوعي صحي ممكن يحصل ايه. الطفل دوت طبعا سهل لو الام حاطه البيبي ده في بطنها ان محدش يعرف، انا كأم هستخبى في اي حته ومحدش هيعرف عني حاجه، فانا هقعد 9 شهور امان. ما كانش بقى في ساعتها لا سونار لا هنعرف ولد ولا بنت. فهي 9 شهور قاعده بتبث طاقه معينه داخل هذا البيبي لانها خايفه. بس المشكله ان الطفل ده طلع للنور، ظهر، فهيعيط، هنسكته ازاي؟ فهيتعرف ان البيت ده فيه طفل في قلب الخوف الأمان، في قلب الخوف الأمان، جوه 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 قلب الخوف الأمان نفسه. عشان أدرك، مش من حتة يعني، لا يعني، افهم إنك لما بتتصل بربنا مش من حتة اللي طز وإحنا بتوع ربنا وأهم حاجة، مش يعني هي مش كده. استرخي، بس استرخي واستقبل. استقبل وافهم إن الله على كل شيء قدير. مش من حتة ان انا مش بعمل حاجة، من حتة ان في حتة جوايا مطمنة، وببدأ اتحرك بالريت اللي يناسبني. يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، بتوصل لحتت عمرك ما كنت تتخيل انك هتوصل لها. لان هي ما بتخلصش بالقفزات في الاول، بتخلص بالحركة المتدرجة. البيبي الصغير ده هو لانه محاط بامان وعناية الهية، زي ما كل حد سمعني الان اختبرها. كل حد فينا كان موجود في مكان مظلم وكل احتياجاته 100% ملباة. أنا عملت إيه أصلا وأنا في الرحم علشان آكل وأشرب وأتدلع وأخبط برجلي والناس تقعد عملت إيه؟ ولا حاجة، لسه ما عملتش أي حاجة. بس أنت محمي وفي عناية طول الوقت بترعاك. بس لما البرمجة اتغيرت، اعتمدت عليا طول الوقت وبقيت خايف. بقى فكرة ان اتصل بربنا حاجة ظريفة، يعني لو احتجت هبقى ادعي يعني، بس حاجة كده يعني ظريفة. فالطفل ده هيتقتل، يعني هيتقتل. فاني انا اقرر كأم احط ابني في قفص او في سبت علشان يروح يتربى عند اللي بيقول هيقتله، وجاي لك زي ما بيقولوا بطولي، لوحدي، لا حول لي ولا قوة. اللحظة ديت الطفل ده لو بقى يعني اتقتل، خلاص هنقول يعني طبيعي منطقي. على فكرة انت ست غبية، ازاي تعملي كده؟ في واحدة معقولة، واحدة عاقلة تعمل الكلام اللهبل ده؟ طبعا مش بقول يعني نعمل حاجات زي كده، بس في درس هنا كبير جدا. هو حضرتك عايز تقتله؟ ايوه. طب خد، اهو عندك اهو، اتفضل بقى موته. مش عايز تموته؟ اتفضل اعمل اللي نفسك فيه. فيتربى في بيته. محتاج افهم ان يا جماعة لما بندعي الله عز وجل، ربنا مش بيعمل لنا اللي احنا عايزينه. ربنا بيدينا الطريقة اللي لو طبقناها هنوصل للي احنا عايزينه. اقول كمان، العلاقة مع هذا الإله محتاجة تكون علاقة صحية. في مثال كده دايما بيتضرب في الحتة دي، ان في واحد كان بيغرق فقال يا رب يا رب نجيني، فعدى واحد بقارب قال له اركب، قال له لا 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 يا رب نجيني، فعدى الطياره رموا له حبل، قال لا 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 يا رب نجيني. يعني انت عايز ايه طيب؟ هو فاهم ان انا لما اقول يا رب وسعها عليا فهلاقي يعني حاجات حصلت كده وسعت عليا؟ لا، هو هتجيك الاسباب اللي لو انت طبقتها هيحصل لك الوسع. يا رب ارزقني البصيره، فهتجيلك احداث ومواقف لو بدات تتعلم منها فهترزق البصيره. انت لما بتدعي ربنا بيديك الداتا اللي بتعملها فبتوصل. فافهم ان علاقتك بهذا الاله محتاجة تكون علاقة صحية. انك تكون شخص طيب مش معناه ان ماليش فيه. طالما انا بدأت تحصل لي حاجات في حياتي محتاج ابقى واعي ان انا عندي حاجات محتاج انضفها، عندي حاجات محتاج اشتغل عليها، عندي حاجات محتاجة تتغير، لان ده ما بيحصلش مع كل الناس، ده بيحصل معايا انا. فانا عندي حاجة محتاج ابدأ اضبطها. كل لما ابقى واعي على الفكرة ديت، وكل لما ابقى واعي ان علاقتي بربنا، لان خلينا برضو يا جماعة اقولها لكم بصراحة، كتير مننا اتربى ان علاقتنا بربنا في المشاكل. ده مش غلط، بس ده مش وعي كامل.
عندنا امتحان هنصلي بقى وهنبدأ يا رب يا رب يا رب. خلص الامتحان الحمد لله. في مشكلة حصلت، ده كويس بس دي علاقة توكسيك. اوكي. انا لو في حد في حياتي ما بيعرفنيش غير في المشاكل، تمام ما اختلفناش. بس لما الدنيا تبقى تمام ما نعرفش بعض خالص، يعني علاقتنا لكن لو احنا علاقتنا طول الوقت في الحلو وفي الوحش، في النور وفي الظلام، يعني ربنا هو الواسع وهو الغفور برضه. هو انت ليه شايف ان انا لو حصل لي مشاكل بلجأ لربنا، ولو حصل لي نعيم ما بلجأش لربنا؟ انا محتاجه طول الوقت، انا محتاج اكون كونكتد طول الوقت. مش من حال يا خبر ابيض انا شكلي يعني ايه ده، افهم افهم افهم. طول الوقت هنظهر عندنا مشاكل واحنا قاعدين بنظبطها. فعلاقتي بهذا الاله محتاجه ترتقي الليفل تاني. مش معنى انا بقول ان بلجأ له بس في وقت المشاكل فانا وحش، دي مرحله بس محتاج تعديها. اني انا من الشاكرين فربنا بيوسع عليا، ومن التوابين لما الدنيا بتبوظ معايا فانا قادر استغفر، وقادر استقبل السعه، قادر اخد شهيق وقادر اطلع زفير. فانا طول الوقت كونكتد، واعي على اللعبه، واعي ان في جزء ظلماني وفي جزء نوراني، واعي على الاتنين. ولما بتصل مع ربنا في الاتنين بيبدأ يحصل لي نضج في الاتنين. فبيبقى عندي وعي بالجزء المظلم اللي جوايا وبحترمه، وقاعد بعمل له تزكية متدرجة فيها رحمة، ومبسوط بالجزء اللي ربنا وسع عليا فيه وبكون من الشاكرين فيحصل له اتساع. ده مع الوقت بيخليني متزن. الاتزان مش معناها مرحلة أنا وصلت لها وقفلتها. الاتزان معناه إن أنا طول الوقت بلاقي التوازن بتاعي، زي الشخص كده اللي بيمشي على الحبل، هو بيميل شوية يمين وبيميل شوية شمال، ده اسمه توازن. يعني الحركة دي اسمها توازن. إن واقع على الجانب النوراني والجانب الظلماني ده اسمه توازن، مش إن أنا خلصت بقيت متزن. توازن هو وعي الاتنين طول الوقت. ولذلك يا جماعة ابدأوا غيروا علاقتكم بشكل في حنية شوية، في رحمة شوية، في وعي شوية، في تدرج شوية. لأن إحنا مش علاقتنا باسم من أسماء ربنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القصة مش قصة إني اسم واحد بس، أنا عايز الرحمن بس، أنا عايز الشكور بس. في المستوى الأول الناس اللي بتاخد معايا أو الناس إن شاء الله اللي هتلتحق بالبرنامج الجديد في سلطان الأسماء، المستوى الأول بنبدأ نتعمق واحدة واحدة في كل هذه المعاني. يعني إيه أتصل بربنا، ويعني إيه أدعي ربنا، ويعني إيه أسبح، ويعني إيه حاجة اسمها إن الاسم يتبارك، ويعني إيه إني أبدأ أقرأ بالاسم، اقرأ باسم ربك، سبح اسم ربك، تبارك اسم ربك. إني أبدأ علاقتي بهذا الإله ما تبقاش بس بالشكل. يعني مش عايز أقول إن ده شكل ديني وغلط، هي القصة مش كده. لأن في الحقيقة الرحلة أصلا إن ليه قررت أعمل برنامج اسمه سلطان الأسماء الحسنى مدته 10 شهور وفي مستويين دلوقتي، لأن في الحقيقة لقيت إن في ضدين. الضد الأول ناس ليها علاقة بربنا شايفة أي حاجة خاصة بالإنرجي والوعي والطاقة غلط، وناس شايفة إنها لما فهمت وبقى عندها وعي كل هذا الكلام مش هو الكلام الصح. فحصل فجوة بين الاتنين. واي نوت إن يكون في جسر يوصل الضدين دول؟ ليه ما بقاش قادر اتصل بالله عز وجل واشوف ان النور والظلام هي حركة كونية وطاقة كبيرة جدا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اني اقدر افهم ان الكون ده هو سيستم طول الوقت بيتسع، وان ازاي اقدر اكون موصول بالمصدر بالسورس بالله وانا بسعى في رحلتي، مش بشكل يعني كده، ولا اني معتمد عليا انا بس وانا جامد واعرف اعمل كل حاجة. اني قادر اشكر ربنا على النعمة اللي اداها لي وانا موصول بيه، قادر اكون ثمرة كونكتد بالشجرة بتاعتها، واقدر اوصل الداتا ديت لكل الجينيريشنز اللي بعدي، واحترم الجينيريشنز اللي قبلي بشكل فيه وعي مختلف. فعملت هذا البرنامج سلطان الأسماء الحسنى على 10 شهور المستوى الأول. الناس اللي بتلتحق بهذا البرنامج معايا بنبدأ بيتفتح لها البرنامج بشكل أسبوعي. خليني أفهمكم لأن في ناس في راوند جديد هيبدأ إن شاء الله.
بشكل اسبوعي، كل اسبوع بيتفتح لك ثلاث حاجات. الحاجه الاولى، بيتفتح لك مقطع انا بتكلم فيه لوحدي زي ما انتوا سامعيني كده، بشرح فيه الاسم او بشرح حاجه اسمها مستوى التفعيل. بيبقى معاه مديتيشن، طريقه تامل ازاي تتعلم انك تشحن من طاقه الاسم. خد مني هذا الكلام، اقبله او شوفه لا يتناغم معاك، ايا كان استقبل. حاجه كمان، كل الاسئله اللي تخطر على بالك اللي اتسالت في هذا الامر بتكون متاحه. بيتفتح بشكل جرادولي، لاني انا مؤمن ان مفيش تطور حقيقي بيحصل كده الا لو حد وصل واحترف حاجات كتيره جدا وبقى له فتره شغال على نفسه وبيحصل له شفتات كده في الحياه. لكن عشان يحصل لي نمو واعي متدرج، محتاج احترم اني اخد جرعه تناسب مرحلتي، اهضمها، اشتغل عليها، فيحصل لي اتساع متدرج، وبعدين اتساع متدرج. وبلتقي معاكم لايف كل شهر في لقاء. لو حصل معاك أي حاجة، أي أسئلة، زائد بيكون معاك في تيم بيفضل طول الوقت على الجروب بيتابعك ويقول لك إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيجرى، ولو في حاجة ما فتحتش معاك، محتاج حاجة، محتاج أسئلة، بشكل كامل بقدر أساعدك. إزاي؟ في 10 شهور. في ناس بتشوف 10 شهور. عايز أقول لكم، الناس في أكتر ما شاء الله من 500 أو 600 حد مر بالتجربة دي. والناس اللي خدت المستوى الأول دخلت المستوى الثاني 10 شهور، وخدوا حاجة اسمها وعي الأنبياء 10 شهور، شغالين على حاجة اسمها مفاتح 10 شهور، 10 شهور ورا 10 شهور. أنت بتفتكر في الأول بتشوف الحياة كتارجت، هي مش تارجت، هي رحلة. اتعلم إنك تستقبل، تستمتع، تتطور، تنتقل من ليفل لليفل، من خطوة لخطوة. بالطريقة دي بيبدأ يحصل لك نمو طول الوقت، وعي طول الوقت، اتساع طول الوقت، بطريقة ممتعة، طريقة مناسبة لوعيك ومرحلتك وواقعك. المحصلة في الآخر إن بيحصل جواك وعي إن أنا طول الوقت قادر أكون أحسن بدون ما برفض اللي أنا فيه دلوقتي. أي حد حابب إنه يلتحق بهذا البرنامج هتلاقوا في بقى في الشات، ممكن التيم يبعت في لينك تدخلوا عليه تتواصلوا. أهلا وسهلا بيكم. خلينا يا جماعة أقولها لكم بصراحة، يعني بعض الناس بتسمع كلام جميل في حياتها، بنلاقي والله في حاجات ممكن تفيدنا في الحياة، بس يعني ماشي. الناس اللي فعلا وصلت لمراحل رائعة في الحياة هي أكتر ناس لما بتلاقي حاجة تناسبها بتاخد أكشن. والسابقون السابقون أولئك المقربون. أنا اتعاملت مع ناس في حياتي كنت ساعات مثلا أقعد أكلمهم أقول لهم على فكرة أنا لقيت في كتاب الفلاني عليه، هوب دخل اشتراه. ايه يا ابني، خلاص انا في كولينج جالي في حته لمستني، خلص. لان انا عندي تارجت ان انا شخص جاد وحنين. هو ده الميكس اللي بقول لكم عليه. في حد ايوه لازم بسرعه بيلبس في الحيطه. العربيه فيها بنزين فيها فرامل، الاتنين بيخلوك تسوق، مش البنزين اللي بيخليك تسوق. فان يبقى عندك هذا التوازن، اني قادر اعرف امتى ازود سرعتي وامتى اقلل سرعتي. بس لو لقيت في حاجه تناسبني انا بتوكل على الله. طالما في سعتي وتناسبني وبتخدم اللي انا عايزه بتطور رحلتي، ضن. وفي حد تاني بيحتاج استنى شوية، لا مش المرة دي. ده اللي بيخلي في ناس بتسبق وفي ناس اوكي. مش بقول ان ده غلط وده صح، هي مراحل وعي. فمن كل قلبي بدعوك، لو انت شايف ان هذه الداتا لمست شيء جواك، خد اكشن. خد اكشن يناسب وعيك ويناسب مرحلتك.